مانيش باش نضيع لك وقتك ياسر، وكانك انتروفيرت الفيديو هذا باش يفيدك على الاخر، خاطر باش نوريك كيفاش تبني دارك كونفيدنس ويولي عندك هيك الميستيريوس فايب. اول حاجه لازم نتفاهموا فيها هي المايند سيت نتاعك، خاطر فما برشا عباد ماشي بالهم انسان انتروفيرت معناتها انسان حشام، واللي هي من غادي من غلط، خاطر الانتروفيرجن هو بيرسوناليتي تريت والحشمه هي لاك اوف سكيل. تو حاجه بيك تفهم اللي كانك انتروفيرت مش معناتها راك باش تقعد حياتك كامله حشام متعرفش تحكي مع العباد ومش باش تجيك حتى قطره كونفيدنس. كانك انتروفيرت راك تفضل تعدي اغلب الوقت وحدك، تفضل الانفايرمنتس الكالم وتريتشارجي الانرجي نتاعك بالوقت اللي تعديه وحدك. وحتى كانك باش تحط روحك في سوشيال سيتنجز ماذا بيك ديما تكون في سمول جروب وتعمل ديب كونفرسيشنز، هاك الكونفرسيشنز المينينغفول. وانا اول ما قريت الديفينيسيون هذه عرفت روحي انتروفيرت، خاطر نتفكر اكثر وقت نكره في حياتي كنت صغير هو نص نهار ولا الخمسه، هاك زوز اوقات اللي نروح فيهم الكوليج، خاطر في المرويح يبدا الكياس معبي وبرشا حس وبرشا ضجيج وفوضى والدنيا ماكله بعضها. والاوقات اللي نشيخ فيهم هما الاوقات اللي نبدا فيهم وحدي ولا قاعد مع اخواتي ولا مع الكلوز فريندز تاعي بداو كزوز ولا ثلاثه. شفت كيف انا انتروفيرت اما كونفيدنت، تشوف فيا معناتها قاعد عامل هيك اوه والله نحشم ما نحبش نحكي قدام الكاميرا نحشم. نجم نحكي معك كونفيدنتلي، نجم نحكي مع برشا عباد كونفيدنتلي، نجم نعمل بابليك سبيتش قدام 100 انسان كونفيدنتلي، وتحطني في اي بلاصه وتسال العباد تقول لهم انسان هكا كونفيدنت ولا تقول لك ايه والله يبان لي كونفيدنت. معناها حط في بالك اللي كانك انتروفيرت راك تنجم تكون كونفيدنت كيما اي انسان، وبالعكس نورمالمون انت تكون كونفيدنت اكثر من العباد العاديين، خاطرك انت تعدي اكثر وقت وحدك وتخمم ياسر، معناتها راك عندك ديب ثينكينج، معناتها راك ذكي ويقن وكرييتيف، والصفات هذم اتراكتيف على الاخر واغلب العباد ما عندهمش منهم وما ينجموش يعملوهم. مش كيما معناتها بابليك سبيكينج ولا السوفت سكيلز تاع الكوميونيكيشن، هيكم اي انسان نجم يبنيهم جيست بشويه خدمه. فهمت؟ تو المايند سيت لازم تكون عندك، انت كان ماشي بالك العباد عندهم هيد ستارت عليك وسابقينك، اما في الحقيقه انت هو اللي عندك الهيد ستارت، وحد ما نجم يخلط عليك كان تستغل الادفانتجز اللي عندك. راهو ايلون ماسك انتروفيرت، تيت براذرز انتروفيرتس، توماس شيلبي انتروفيرت، شفت البيرسوناليتيز تشوف فيهم في حياتك كل طايرين هيكم كلهم انتروفيرتس. تو كيفاش باش تولي كونفيدنت؟ ماكش تمشي للمرايه وتقعد تقول اوه انا كونفيدنت هيك وحده ما عنده وين يوصلك. صحيح لازم يكون عندك المايند سيت نتاع انسان كونفيدنت، ولازمك تكون هكا مؤمن اللي انت تنجم تكون انسان كونفيدنت، اما هذا وحده ما عنده وين يوصلك. باش تكون كونفيدنت لازمك تبني جبل من دلائل وبراهين اللي يو ار هو يو سي يو ار. مثال انا كنقول لك راني ديسبليند صدقني، خاطر تقول برجوليه هاني بدنا طاير، معناها راه عنده سنين طويت لنا كونسيستنتلي، وزيد تو عندي عامين نجري كل جمعه، تخيل كل جمعه لازم نجري، الحاجه دي لازمها ديسبلين. دونك انت باش تنجم تبني الكونفيدنس بتاعك عندك حل واحد، لازم يكون عندك حاجات اغلب العباد ما عندهمش منهم واغلب العباد ما ينجموش يعملوه. مثلا بدني هذا عطيني كونفيدنس، خاطر نعرف اللي كان بورسنتاج صغير من الانتوراج نتاعي عنده بدن كيفي ولا خير مني، والحاجه دي ما تنجمش كتشريها ولا ما نعرفش ندبرها، الحاجه دي لازمك تقعد تخدم عليها مده طويله. كي كنت في الكوليج كنت انا البدن الوحيد في كوليج كامل، تخيل يكون عندك حاجه كان واحد على 500 انسان عنده منها، وتكون الحاجه هيك لازمك تبنيها، معناتها لازمك تخدم عليها وتعملها، الحاجه دي تعمل لك برشا كونفيدنس. وزاد كنت ديما نجيب احسن نوت في الانجلي، شفت كيفاه لازم حاجات يردوك سبيسيال. في لي دوز اكزامبل عطيتهم لك توا انا ذا بيست في حاجه معينه، مش بالضروره تكون ذا بيست، المهم تكون خير من الافرج في حاجه معينه، معناتها انسان كيشوفك يقول والله الانسان هذا كان مختلف شويه كان عنده حاجه سبيسيال. وباش تكون اكسبشنال لازمك تعلم سكيلز، خاطر اغلب العباد ما يتعلموش سكيلز. مثلا نجم تعلم كود، نجم تعلم ديزاين، نجم تعلم فيديو اديتنج، نجم تعلم تحكي، نجم تعلم تكتب، اذا كل سكيلز تنجم تعلمها. وباش تكون اكسبشن زاد لازم تعمل اتراكتيف هوبيز، معناتها هوبيز اغلب العباد ما يعملوهمش اما يبانوا للناس اتراكتيف، كيما الجري اغلب العباد ما يجريوش، كيما البوكس اغلب العباد ما يبوكسيوش، كيما لونترينمون، حاجات هيك حاجات يردوك سبيسيال. مثل انا وليت ناخذ توا برشا كومبليمنتس خاطر نعرف نحكي ونعرف نقنع، اما انا السكيل هذه توا عندي 3 سنين نطور فيها، عندي 3 سنين ونقرا في كتب نتفرج في كورسز ونطبق فيها في حياتي كل يوم، نبروموتي في روحي هكا ونعمل في برودكت ونبيع فيهم العباد. تو هذا شنو لازمك تعمل؟ لازمك تعلم سكيلز ولا تعمل هوبيز، وبشوي بشوي كي باش تولي تحسن فيهم باش تجيك كونفيدنس، ومن بعد كي تزيد تحسن العباد باش تولي تلاحظ اللي انت وليت معلم، وكي باش تزيد كونفيدنس وتفكر اللي راهي الكونفيدنس ماهيش اوه وينكم شوفوني راني كونفيدنت ها هيك، مش كونفيدنس. السيلف كونفيدنس هي انك تكون واثق من الكابابيلتيز نتاعك، واثق من الابيليتيز نتاعك، وواثق من الكواليتيز نتاعك، تكون هكا واثق بروحك ككل، تكون انسان هكا مصدق اللي انت معلم وعارف روحك اللي انت معلم. مثال انسان كي يبدا حاجه معليش ما يبانش كونفيدنت، خاطر ماهوش واثق من الكابابيلتيز نتاعو، ماهوش واثق اللي هو يعرف يحكي، وما ينجمش يوثق اللي هو يعرف يحكي خاطر بالرسمي ما عندوش سكيل هيك.
معناتها باش يولي كونفيدنت لازم يطور سكيل هيك تاع انه يعرف يحكي. دونك هذا كيفاش تعمل كونفيدنس، لازمك تعمل انجازات في حياتك، تبدا تطور من روحك، تستغل نقاط القوه اللي عندك اللي هما الديب ثينكينج والكرياتيفيتي، خاطر اي سكيل في الدنيا كانك ذكي تتعلمها اسرع، والكرياتيفيتي باش تعاونك باش تكون يونيك فيه. اللي نقول لك انا كيفاش نتصرف في السوشيال سيتنجز، حاول ديما تخلي meaningful interactions. انت شفت تبدا قاعد هكا في طاوله مع عباد وتبدا كونفرساسيون تاعهم تافهه وما تعنيكش وما يهمك في حد شيء فيها، عادي جدا، قوم برا روح، ما فما حتى مشكل. وانا بديت نعمل فيها، لاحظت اللي شفتك اللمه نتاع العراس ونتاع الحفلات والجو هيك، تبدا قاعد هكا في طاوله كبيره مع برشا عباد وديما اللي كونفرساسيون تلقاها تافهه، عرفت نتاع شنو عملت ودري شنو، معناتها عرفتك لي الهدف مش انك هيك باش تخرج منها حاجه الكونفرساسيون، الهدف جست باش تحكي وتعملوا بلا بلا هيك. علاش وليت نمينيميزي في لي كونفرساسيون هيك، معناتها نحاول ما نحطش روحي في سيتوياسيون تاعك اللي باش نقعد مع برشا عباد ونقعدوا نحكيو في بلا بلا. وليت لما نقعد وحدي ولا نقعد مع صحابي ونحكيو في كونفرسيشن باهيه تبدا مينينغفول، يبدا كان ندخلوا في موضوع كديبلي، فهمت؟ وزيد الحفلات واللمه هيك الهدف منها هو انك تعمل جو. كي انت انتروفيرت ما تعملش جو بالحاجه هيك، علاش ماشي لها؟ الهدف منها انك تعمل جو، وانت ما تعملش في جو ما تمشيش في وقت باش تضيع ساعتين من حياتك ما تستفيد منهم شيء. برا امشي انت واصحابك ومشيو لبلاصه رايضه وكوهات واحكيو في مواضيع يهموكم، احكيو في مواضيع بالرسمي يهموكم وباش هكا تحلوهم بالقدام يعني وتستفيدوا منهم وتعملوا جو. دونك من الاخر ما تغصبش على روحك حاجه ما تحبهاش. كانك ما تحبش هيك السوشيال انتراكشنز اللي فيهم برشا عباد، قوم بالطاوله برا روح. مثلا انا مشيت البارتي واحده وما مشيت لها الا ما انا بالرسمي حبيت نمشي، وعرفت اللي مش ماشيين لها برشا عباد، والعباد اللي ماشيين ماهمش عامه الشعب التافهين، هيك ماشيين عباد كيفي، كان نجم نتعامل معاهم نجم نحكي معاهم. حتى كي نمشي اما نقعد نسمع في الغناء ولا نقعد نحكي مع صحابي. اما شنو العباد تلاحظ لي انا جيت يقولوا هاني دخل هاني جا. وحتى العباد اللي ما تعرفنيش يبداو يسالوا في صحابهم، مثل طفله تسال صاحبتها تقول لها شكون هاك المسك اللي لبس باللكحه اللي دخلتو؟ تيك هاني ما عرفتوش، تيك هو النظم اللي ظلموا لي جينا الشهر اللي فات، ومعروف ديما هو صحابه يجيو الاولانيين في الليسي. شفت كيف تبدا عامل حاجات في حياتك وعامل انجازات تولي تجي كونفيدنس اللي العباد يحسوها، تكون رايد هكا قاعد ولا تحكي والعباد تبدا منبهره بيك وحاستك اللي بالرسمي كونفيدنت. وهذا هو اللي حابك تفهمه في الفيديو هذا، حابك تفهم اللي راي الكونفيدنس ماشي شوفوني راني كونفيدنت، هيك مش كونفيدنس. كونفيدنس صحيح هي كيما الانرجي تبدا حولك، وين ما تمشي لبلاصه كل العباد تحسها يحسوك كونفيدنت وكو كيف تمشي بعدهم يقولوا شكون هذا. شفت انا وليت وين ما ندخل لبلاصه لازم العباد تنبهر هيك تتلفت تقول شكون هذا، وانا جوست داخل ما زلت ما قلت حتى شيء وما عملت حتى شيء. وهذه هي الكونفيدنس تحب تولي عندك، هيك دارك ميستيريس كونفيدنس، تكون رايد على روحك اما العباد تحسك كونفيدنت، تعرفك هيك تحسك كيبل ومعلم. دونك مش لازمك تفكر من الفيديو هذا، لازمك تفكر اللي انتروفيرت مش معناتها انسان حشام. انتروفيرت هو انسان يفضل يقعد وحده والا في سمول جروبس، ويفضل الانفايرمنتس الهادئين، ويفضل meaningful interactions والديب conversations، وبيفضل الخاصيات هذا. على الاغلب الانتروفيرت تلقاه ذكي وكرييتيف ويقن ويخمم ياسر. مثلا ساعات نبدا نحكي مع واحد من اصحابي في موضوع مهم، نبدا نحكي نقول له لحظه وقف لحظه، في 30 ثانيه هيكم اللي نوقف فيهم نبدا قاعد نخمم هكا في فكره كومبلكس ونحب نحللها باش نوصلها له بطريقه دايجستبل، طريقه سهله ومفهومه. ومادام الانتروفيرت عنده الصفات الاتراكتيف هذا معناتها بالصفه عليه لازم يكون كونفيدنت، خاطر كيما قلت لك الكونفيدنس ماشي انك تكون كلون، الكونفيدنس هي انك تكون واثق من الابيليتيز نتاعك وتعرف روحك معلم، والعباد تشوف الحاجه دي تبي تعرفك معلم جوست كي تحكي ولا كي تتصرف، وساعات حتى من غير لا تحكي لا تتصرف جوست كي تشوفك تعرفك كونفيدنت تعرفك معلم. واخيرا كانتروفيرت حاول ما تغصبش على روحك هاك البارتيز والخرجات والجو هيك، حاجاتكم حدد لهم وقتهم كيما انت يساعدك، خاطر الاكتيفيتيز هيكم يشربوا لك الانرجي نتاعك، عكس الاكستروفيرت اللي هو يتشرج كي يحكي مع العباد ولا كي يكون في الجاذرينجز هيك. كان عجبك الفيديو واستفدت منه اعمل سبسكرايب، وكالعاده كنت حاب تاخذ الجول جيتر سيستم تاعك في الديسكربشن، خاطر توا كان تبدا تحب تعمل سكيلز تبدا تحب تطور اللايف ستايل نتاعك وتبدله باش يعاونك ياسر، خاطر باش يعاونك تعمل براكتيكال بلانز اللي يوصلوك الجولز نتاعك اسرع افكتفلي، وباش يعاونك تنظم حياتك، خاطر تو كي باش يبدا عندك برشا سكيلز باش تعلمهم، يبدا عندك برشا اكتيفيتيز لازمك تعملهم، باش تبدا لازمك شويه تنظيم في حياتك. السيستم باش يعاونك تعمل حاجات هذه، براكتيكال بلانز يوصلوك للجولز، اورجانيزيشن سيستم يعاونك تنظم حياتك. حاجات اللي في السيستم هم حاجات انا تعلمتهم واستعملتهم في حياتي وعاونوني باش طورت حياتي، هيك علاش عملهم في برودكت باش نبيعهولك. جو باي.